عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نقدم لكم رسالة الملوخية وإن شاء الله تعجبكم. راهي ما فيهاش حاجة صعيبة، سهلة برشا. تبعوا لي زيتاب ونعطيكم الرسالة باغ ديتاي. الغسالة اليوم نستحقوا 200 غرام ملوخية، نستحقوا 300 مليلتر زيت، شوية تابل، كروية، كمون، شوية نعناع شايح، مغرفة هريسة، وشوية ثوم مرحي، وبيان سور الفلفل الأخضر، الرند، واللحم تاع الملوخية. ناخدو الطنجرة متاعنا ولا المقفول نحطو فيه الزيت متاعنا الكل، ونصبو الملوخية ونحركو مليح 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 لين يدخل الزيت في الملوخية بالكدا بالكدا، ونخليوها لين تبدأ تبقبق على نار هادية. هي تبدأ تبقبق بشوية واحنا نبداو عنا الماء سخون. أنا حطيت 4 إطرات ماء. أول ما تبقبق الملوخية نصب عليها ماء سخون 4 رواتل. وبيان سور ديما مع التحريك ورد بالكم على صوابعكم كي تحطوا الماء سخون. نحركو بيان سور مليح مليح ونخليوها تغلي مدة ساعة من زمان. انتر طون ناخذ اللحم متاعنا متاع الملوخية ونفوحوه، شوية هريسة، تابل، كروية، كمون، شوية ثوم، ونحطو شوية ماء مش برشا باش تدخل الفحات الكل فك اللحم، ونخليوه يرتاح لو طون كل الملوخية تقعد تغلينا شوية. خليو الفاح يدخل بالكدا بالكدا في اللحم. بعد ساعة من الغليان نصبو كل اللحم والرند بالفحات متاعهم الكل، ونحركو مليح مليح الطنجرة ونخليوهم يغليو انكور 3 سوايع اخرين. بعد 3 سوايع نحطو قرنين فلفل ونخليهم لين يقر الزيت متاعهم، وكي يقر الزيت متاعها نحطو شوية نعناع شايح ونخليها تغلي دوبلاش ونطفي عليها. وكيما تراو هكايا الملوخية قرت زيتها ما شاء الله، وصحة بالشفاء لكم انتم الكل. وان شاء الله تكون الرسالة متاعي عجبتكم. بسلامة ونهاركم زين.